السلام عليكم البنات، واش راكم؟ شرا تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. مرحبا بكم في قناتي سالي سكري. جبت لكم اليوم مملحه او فطائر سهلين مهلين بعجينه قطنيه. شوفوا قسمت لكم الحبه باش تشوفوها من داخل. ما تجيش معجنه من داخل، تجي فارغه وبحشو ساهل واقتصادي. سجلوا عندكم هذه الوصفه تحتاجوها في رمضان، راهو قرب. واللي تحب تشخشيخ وتفرمي تتبع معايا الفيديو للاخر. نبداو اول حاجه بالعجينه. نحتاج 4 كيسان فارينه، قياس الكاس 220 ملي. الفارينه غربلتها، درت 2 كيسان، هذا الكاس الثالث وهذا الكاس الرابع. ضفت لها مغرف كبيره تاع خميره الخبز ومغرف كبيره تاع سكر وزوج مغارف كبار تاع زيت. اللي عندها زيت زيتون تقدر دير زيت زيتون. راح نخلط مليح هاد المقادير، نبسس العجينه مليح بالزيت. من بعد نزيد الملح ونبدا نجمع فيها بالماء دافي. العجينه هذه لميتها تقريبا بكاس ونص تاع ماء. نفس الكاس اللي قست به الفارينه درت به الماء. هذا الكاس الثاني. نقعد نزيد الماء بشوي بشوي، بصح انا ما لميتهاش مليح. شوفوا هنايا ما لميتهاش كامل، خليت نص كاس. راح نزيد لها مغرف كبيره تاع زبده ونكمل نعجن بها مليح. ندخل مليح هذيك الزبده ندخل مليح هذيك الزبده في العجينه. راح نعجنها حوالي 5 دقائق. شوفوا كيما هكا بعد ما عجنتها 5 دقائق، شوفوا كيفاش ولات عندي عجينه طريه. نجيب الخلاط تاعي، حطيت فيه شويه زيت، دهنته مليح بالزيت، ونرجع فيه العجينه نحطها تخمر مليح وحتى يضاعف الحجم تاعها، ونحطها في بلاصه تكون دافيه باش تخمر لي ليه. ونروح نزيدو نحضروا الحشو. في مقله درت شويه زيت، عندي حبه بصله كبيره قطعتها مربعات صغار، درت نصف صدر دجاج، درت حبه طماطم كبيره وحبه فلفل حلو وزوج حبات صغار تاع فلفل حار، ودرت زوج سنة توم، ملعقه كبيره تاع طماطم، ملح، فلفل اكحل، شويه كمون وتوابل تاع الدجاج. نخلط كلش بارد في بارد ونحطه فوق النار يدبال ويطيب. وكي بعد ما نشف لي، بعد ما طاب لي ونشف لي، ضفت له ربع كاس ماء وزدت خليته يطيب مليح. ايوه شوفوا كيما هكا، ما خليتش الحشو ناشف ياسر. بعد ما طاب لي الحشو، جبت قطعه صغيره تاع فحم، سخنتها مليح مليح فوق النار وحطيتها في نص ورق الالومنيوم. حطيتها كيما هكا في نص الحشو ودرت لها مغرف كبيره تاع زيت. كي يبدا يتبخر نغطيه ونحطه على جنب حتى يبرد. شفتوا هذيك الفحمه كي ديروها تبدل لكم الطعم تاع الحشو كامل، ما تحسوش بالبصل وما تحسوش بالفلفل، يجيك شغل طعم تاع الشوا تاكلوا فيه. وهنا رجعت العجينه بعد ما خمرت، ديكازيتها شوي وراح نقسمها على 10 قطع. العجينه هذه خرجت لي 10 خبزات.
وهنا بعد ما قسمتهم راح نعاود نلمهم هكا شويه ونكعبرهم ونحطهم على جنب ونبدا نخدم بالحبه بالحبه. بهذه الطريقه نرش شوي فارينه فوق الطاوله ونبدا نحل فيها على شكل مستطيل. كيما هكا. ومن بعد ندير الحشو تاعي. الحشو ديروه بارد ما ديروش سخون، انا هنا درتو شويه دافي كنت مزروبه برك. نتوما ديروه من الاحسن ديروه بارد باش ما ينقطع لكمش العجينه تاعكم يكونش معجنه في الطياب. درت كميه مليحه من الحشو ومن بعد راح ندير الفرماج. عندي فرماج سلايز، نتوما استعملوا اي جبن عندكم، جبن مبشور ولا جبن ابيض كما تحبوا. ونقفلها بهذه الطريقه، نقفلها من النص ونروح حتى الاطراف باش نخرج الهواء للداخل كامل. زيروا مليح على الاطراف ولا العجينه باش ما يخرج لكمش الحشو. نزيد نعاود معاكم حبه اخرى باش تشوفوا مليح. جبت العجينه تاعي درت لها شوي فارينه وراح نحلها بالحلال بشكل مستطيل بهذه الطريقه، وندير كميه مليحه من الحشو. الحشو هذا يا البنات لازم تجربوه، والله فيه واحد البنه تهبل. وبعد درت الفرماج ونقفلها كيما هكا من النص نروح حتى الاطراف تاع العجينه. كيما هكا زيروا مليح على العجينه كيما هكا. نزيد نبسطها شويه بيدي ونحطها في البلاطو. بعد ما كملت تحشيت الفطائر تاعي كامل حطيتهم في البلاطو، وجبت حبه بيضه درت لها رشه تاع ملح دهنت بها الفطائر تاعي من فوق ورشيت عليهم السينوج. تقدروا ترشوا بجلجلان ولا تقدروا ديروا حبه تاع زيتون اكحل وديروا واش تحبوا من فوق، التزيين يبقى اختياري. وبعد دخلتهم في الفرن اللي كنت سخنته مسبقا على 180 درجه. دخلتهم حليت عليهم من تحت كي طابوا شعلت عليهم من فوق حتى يتحمروا ياخذوا لون ذهبي من فوق. وهنا راهم واجدين خرجتهم من الفرن. شوف كيفاش تحمروا جاو ما شاء الله يهبلوا. هنا راهم سخونين ديجا. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم، نتمنى تجربوها. تخلوا لي رايكم في التعليقات وما تنسوش تشتركوا في القناه فضلا وليس امرا. تهلاو في رواحكم. سلام.